أهلا وسهلا فيكم بيوميات حنان. اليوم عيد ميلاد تالي، طبقت 3 سنين. جينا قبل الشي ننفخ لها البالونات وشفنا هيك شغلات حلوة. شوفوا ما أحلاها. شي يوم رح أعمل فلوق عنده. أنا خلص قلت لحالي رح أجي عند مزايا وأعمل عنده فلوق، لأن عنده شغلات حلوة كتير وهدايا حلوة. اللي بده يشتري هدايا يجي لعند مزايا. هون عم ينفخ لي البالونات. بعد ما ينفخ لي اياهم ونخلص إن شاء الله بإذن الله رح نروح ننطلق لعيد ميلاد تالين اللي هو حضرنا لها اياها مفاجأة، وان شاء الله يا رب تعجبها، لان هي كبرت صارت صبية، يعني صارت تعرف شو عيد ميلاد. من 2 سنين كانت صغيرة كتير ما يعرفها، يعني تقضيه كله بكي. بس اليوم يا قلبي قضته كله مرض، لاني فقت مرضانة، عندها انفلونزا وعندها سخونة كتير. اعطيتها خفض حرارة وان شاء الله هيك تقضي اليوم ان شاء الله بإذن الله تمام. هلا هون بعد ما نفخنا البالونات رح يكون شكلهم كتير حلو بعد النفخ. هون هلا عم ينفخهم بطريقه كتير حلوه، اول مره انا بشوفه هذا التاج، لان هي اميرتي. شوفوا البالونات ما احلاهم، صاروا بياخدوا العقل. اي والله. هلا انطلقنا ومشينا على بوابه دمشق على المطعم محل ما حجزوا لابوها واخواتها، ودخلت بموسيقى كتير حلوه، بس ما حسنت اسجلها لاني مشان حقوق اليوتيوب، لاني ممنوع اي اغاني هدول العيله. رح ندخل هلا على صالة خاصة بالأعياد الميلاد والأفراح ببوابة دمشق. عن جد بتقعدي لحالك، مسكر باب عليكي، في 2 ستات بساعدوكي، بفشروا لك الأكل. الله يعطيهم العافية. هدول الأخوات عم بتصوروا معه. ولا رح هذا قالب الكيك. كل سنة وهي سالمة. واللي عجبوا الفيديو لا ينسانا بالشير واللايك وفعالي مشان يصلوا كل فعالياتنا بإذن الله. هذا وصل الأكل. بسلم دياتهم، عن جد كان كل شي حلو بتقديم الطاولة. عن جد كتير حلو تقديم الطاولة اللي عملوها، بس كان ناقص الفراخ شوي، نزل متأخر، بس ولا يهمون، لأني كان في شي حلو عجبنا كتير. لو وصل الأكل متأخر يسلم دياتهم يا رب. واللي عجبوا الفيديو لا ينسانا باللايك والشير، وشكرا لكم ولمتابعتكم. باي باي. ماما. نعم ماما.